بعد ما نزلنا الفيديو بتاع المد بالالف جات لي اسئله كتير جدا عن المد بالشكل ده، فخليني النهارده اقول لكم واشرح لكم المد بالطريقه دي كان كده ازاي وليه وامتى بنعرف ان في مد هنا بالشكل ده او نعمل العلامه دي. اولا العلامه دي هتقابلوها في القران الكريم كتير جدا في المد المنفصل والمتصل ومد البدل. العلامه دي بتبقى موجوده دايما في اي مد في القران الكريم. طيب هي ايه اصلها اصلا؟ كان اصلها كلمه مد. اي مد في القران الكريم كان بيبقى مد. الاول خالص كان بيبقى مكتوب فوقه كلمه مد. طيب عملوا ايه بعد كده؟ بعد كده مسحوا الميم دي، مسحوها، فبقى الشكل وعدلوا بقى من شكلها شويه، فما بقتش بالشكل ده، لا بقت عامله ازاي؟ بقت عامله الشكل ده. عشان برضو نوضح اكتر، اي حرف هنقابله في الكلمات كلها، اي حرف هيبقى موجود عندنا وعليه الحركه بتاعه الفتحه اللي بيحبها حرف الالف، وبعدها حرف الف معلهوش ولا حاجه ومش في اول كلمه، فورا هنقول ان ده مد، صح؟ طيب وده مع كل الحروف. طيب انا لو عندي همزه، لو انا عندي في الكلمه همزه بالشكل ده، عندي همزه وبعدها الف معلهوش ولا حاجه، وكمان الهمزه بتاعتي ايه ده؟ الهمزه مفتوحه، يعني انا هنا عندي مد، ده بقى اسمه مد البدل. خلينا نعرف ان مد البدل ده موجود في القرآن الكريم. طب افرض انا قابلتني اي كلمة بتتكتب بالشكل ده، همز وبعدها الف، او الف عليها همزة وبعدها الف مد، بنكتبهم ازاي؟ بندخل الاتنين في بعض وتبقى الف واحدة بس خالص، بنشيل دول كلهم وبنعمل فوق الالف العلامة بتاعت المد دي. فهمتوا الموضوع؟ بس بكل بساطة ده اسمه ايه؟ اسمه مد بدل، لاننا بدلنا الهمزة بالعلامة دي، صح ولا لا؟ فهمناها؟ زي مثلا كلمة ايه؟ زي كلمة آدم. شايفين؟ المفروض ان هنا كلمة آدم بتكتب ازاي؟ بتكتب همزة وبعدها ألف ودال وميم. احنا لو جينا بصينا في كلمة آدم هنلاقي الشروط بتاعت المد بالألف متحققة، صح؟ اهو اتحققت كلها، الألف جت في وسط الكلمة وقبلها حرف مفتوح، وكمان الالف ما عليهاش ولا حاجه خالص، صح؟ طيب يبقى انا ممكن اكتب الكلمه بالشكل ده، وكمان ممكن اكتبها بالشكل ده. اول ما حطيت العلامه بتاعه المد هنا على الالف عرفنا فورا ان كان في هنا همزه ومفتوحه، وعوضنا عنها بدلناها بالعلامه دي. يبقى هو ده مد البدل. هنمده ايه؟ هو ده اضعف المدود، هنمده حركتين بس، زي المد الطبيعي. خلاص، ده المد، دي العلامة اللي موجودة في الكتاب بتاع المدرسة. طيب هنا بقى ايه ده؟ اي حركة وخلاص؟ لا، لازم تكون فتحة. يعني هنا ده مد اللي عليه تحته كسرة، ده لا، ده مش مد. طيب هنا الالف اللي عليه همزة ده كده مد؟ لا مش مد، مش هينفع نعمل حواليه دائرة لان هو عليه همزة. خلاص. طيب هنا بقى دي علامة المد، يبقى ده كمان حرف مد. طب ينفع هنا سكون الحرف اللي قبل المد يبقى عليه سكون؟ لا ما ينفعش. طيب يبقى عليه ضم؟ لا برضو. بيقولك لون الصور التي بها مد بالالف. اسد، اسد، اسد فيها مد بالالف؟ لا، لان الالف عليها همزه. حصان، في مد بالالف لان الحصان الصاد مفتوحه والالف معلهوش ولا حركه، يبقى هنا في مد بالالف. غزال، هنا برضو في مد بالالف. زرافه، برضو هنا في مد بالالف. باب، هنا برضو في مد بالالف. يبقى الاسد بس هو الوحيد اللي معلهوش، اللي ما فيهوش مد بالالف. بعد كده بيقول ايه؟ ارسم دائرة حول الكلمات التي بها مد بالالف. يلا نشوف. كلمة شراع. طيب هنا احنا اتفقنا ان في 3 شروط للمد بالالف. اول حاجة انها تكون في وسط الكلمة او اخر الكلمة، يعني ما تجيش في اول الكلمة. طيب يبقى هنا اول شرط اتحقق. تاني شرط لازم الحرف اللي قبل الالف يبقى عليه فتحه، حركه الفتحه. طيب هنا في حركه الفتحه. تالت شرط مهم جدا ان يبقى حرف الالف مفيش عليه، يبقى اقرع ما عليهوش ولا حاجه. اول ما الشروط دي كلها تتحقق يبقى انا هنا عندي مد بالالف، هطول في صوت الحرف واقول شراع. طولنا في صوت حرف الراء، يبقى احنا هنا هنعمل دائره. طيب كلمه اذن، شايفين كلمه اذن هنا؟ ايه ده؟ كلمة أذن هنا الألف جت فين؟ جت في أول الكلمة.
طيب وكمان عليها ضمة، يبقى هنا بالنسبة لي ده مش مد خالص، مش هنعمل عليه دائرة. طيب كلمة خيار، يلا نبص ونشوف الشروط اتحققت ولا لا. ايوه الشروط اتحققت، الالف جت معلهاش ولا حركه، وكمان الحرف اللي قبلها مفتوح وما جاتش في اول الكلمه، يبقى انا هنا عندي مد بالالف، يبقى نعمل دائره. طيب كلمه رأس، شايفين هنا كلمه رأس ايه اللي حصل فيها؟ الراء جت مفتوحه قبل الالف، وكمان الالف ما جاتش في اول الكلمه، جت في وسط الكلمه، بس في شرط اختل. عارفين ايه هو الشرط ده؟ ان الالف جت عليها همزة وكمان عليها علامة السكون، واحنا اتفقنا ان حرف الالف المد ما ينفعش يكون عليه اي حاجة. اول ما بلاقي الف عليه همزة او عليه حركة بعرف فورا ان انا هنا كده ما عنديش مد، هنا عندي سكون. هقرأ السكون ده في مقطع مع الحرف اللي قبلها، يعني هقول ما ينفعش اقرأ السكون لوحده، السكون ده ضعيف، لازم اقرأه واقول ايه؟ رأ رأ. شايفين قرأنا السكون مع الحرف اللي قبلها، هي تابع، السكون دي ضعيفة وبتحتاج حد معاها يشدها ويخليها تطلع صوت رأ، يبقى هنا ما عنديش مد بالألف. طيب كلمة تاج، شايفين هنا في مد ولا ما فيش مد؟ يلا نشوف الشروط. الألف معلهاش حاجة خالص وقبلها حرف مفتوح وما جاتش في أول الكلمة، يبقى أنا هنا برضو عندي مد بالألف، يبقى نعمل عليه دائرة. أيوة نعمل عليه دائرة. نبأ، نبأ، شايفين الألف هنا جه قبلها حرف مفتوح وما جاتش في أول الكلمة، جت في آخر الكلمة، بس برضو الحرف الألف عليه همزة، يبقى ما ينفعش خالص هنا يبقى عندي مد، يبقى ده هنا حرف ألف عادي خالص نقرأه بصوته نبأ. خلاص. التمرين اللي بعد كده بيقول إيه؟ حدد الحرف الممدود. إيه ده؟ إيه الحرف الممدود؟ هو اللي عليه الحركة بتاعت حرف الألف أو اللي بيحبها حرف الألف. يعني إيه برضو؟ يعني هو الحرف اللي بطول في صوته عشان يبين إن عندي مد بالألف. زي إيه؟ يلا نشوف الكلمات. تفاح، إيه ده؟ ده هنا الفاء عليها فتحة وكمان بعدها ألف، أنا وأنا بطول في الصوت طولت في صوت إيه؟ قلت فا، طولنا في صوت حرف الفاء، يبقى هو ده الحرف الممدود. طيب اللي بعده كلمة صبا، صبا، ايه ده؟ طولنا في صوت حرف الايه؟ با، ما قلناش با، لا ده احنا طولنا قوي في صوت حرف الباء، صح؟ يبقى هو ده الحرف الممدود، هو اللي عليه الحركة بتاعت الفتحة اللي بيحبها حرف الألف، اللي لازم تيجي عشان أعرف إن أنا عندي مد بالألف. طيب تاج، شايفين قلنا يبقى احنا طولنا في صوت حرف الايه؟ مدينا قوي في صوت حرف الايه؟ حرف التاء. انسان، برافو حرف السين. تا، هنا فين الممدود؟ حرف المد الالف، والممدود اللي طولنا في صوته هو التاء. طماطم، ما، شايفين قلنا طماء صح؟ يبقى الميم هو الحرف الممدود اللي طولنا صوته. هنا بقى في كلمة تفاح وصبار نقطة مهمة جدا عايزين نشرحها، هي ايه؟ هي ان الفاء والباء هنا عليهم شدة. يعني ايه عليهم شدة؟ يعني هنا الباء دي في باء تانية مستخبية وراها، وكذلك الفاء، هنا عندي 2 فاء و2 باء. طيب بس يعني انا كده المد عندي سليم؟ ايوه طبعا، زي ما احنا عارفين ان الشدة بتبقى حرفين مع بعض، واحد ساكن والتاني متحرك، بس انه الساكن الاول، يعني انا هنا الحرف اللي قبل الالف على طول هو اللي مفتوح ومتحرك ومحقق لنا شروط المد بالالف، مش الحرف الاولاني. عشان كده قلنا ان هنا فيه مد، وقلنا ان هو الباء لان الباء التانية مفتوحة. وكذلك تفاح، الفاء الاولانية ساكنة،
خلاص بتتقرئ مع التاء، لكن الفاء التانية مفتوحة فحققت لنا شروط المد، فبقى هنا عندنا مد وممدود. النهاردة خدنا تدريبات على المد بالألف، وعرفنا لو قابلت العلامة دي أعرف فورا إن ده مد، لو قابلتها في أي كلمة أعرف إن أنا هنا عندي مد، بس ومد بالألف، وبس مش هقابلها كتير، ممكن أقابلها في المصحف كتير جدا، لكن أنا في الكلام العادي لا مش هقابلها كتير، بس لازم أبقى عارف إن ده شكل طبعا من أشكال المد.